عود نفسك دايما ان زي ما لما بيجي عليك وقت بتشوف حد في نعمة بتتمنى ان انت كمان تبقى في النعمة دي، وبتقول انا نفسي ان انا اوصل للحاجة اللي في ايد الانسان ده. مش حسد ولا حاجة، مش بتتمنى زوالها، لا، اللي هو الشكل الطيب من الغيرة، اللي هو انت بتتمنى ان انت توصل لنفس النعمة مع دوام النعمة للشخص اللي ربنا مديله النعمة دي. زي ما بتعمل بقى ده، اتعود ان انت كمان لما تلاقي حد مسلوب نعمة معينة وهي عندك، اتعود ان انت تحمد الله على النعمة دي. احنا كتير مننا ممكن يبقى غافل عن النقطة دي، ممكن يبقى مش واخد باله من النقطة دي. خلي بالك ان انت ساعات كتير بتبقى يعني حرفيا بتتقلب في نعم ربنا وانت مش واخد بالك اصلا. انت بس باصص على اللي انت مش لاقيه، باصص على اللي ضايع منك، باصص على اللي انت نفسك يبقى معاك. لكن انت لو بصيت بقى على اللي اقل، اللي هم مش موجود عندهم النعمة دي، هتلاقي ان انت عايش في كنوز انت مش واخد بالك منها. فدايما احمد الله على اللي في ايدك، زي ما بتتمنى ان اللي حاجة اللي في ايد غيرك تبقى معاك برضو من غير ما تكون بتحسد. بس كده.